السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ الامور ديالكم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما تلاحظوا معايا اليوم ان شاء الله نقدم معكم الكرواسه والشنيك. مهم جميع الكرواسه بانواعها، واخا ماشي كامله. مهم خليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نضيف تقريبا 2 كيسان د الماء يكونوا دافيين، يعني ما يكونوش باردين وما يكونوش سخونين. غادي نضيف واحد المعلقه تكون كبيره شويه د الخميره، وغادي نضيف تقريبا 2 د المعالق د السكر، وتقريبا غادي نضيف 5 د المعالق د الزيت. وغنضيف معكم واحد الساشيه د الفاني. وهنايا غنحاول نحركها ونخليها حتى تتجانس دي الخميره مع الماء، تتفاعل لي شويوش. ومن بعد غادي نضيف تقريبا نص كاس الحليب، يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون. وغادي نضيف تقريبا بياض البيضه وصفار البيضه نخليه على جانب. وفي الاول تقريبا غادي نضيف 2 كيسان د الطحين على حسب الطحين اللي عندكم. كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش الماء بزاف، على حسب الطحين، كل واحد والنوع ديال الطحين اللي عنده. غادي نضيف هنايا معلقه صغيره د الملح، وغنحاول نحرك هنايا، نحرك ديك 2 كيسان الاولانيين بعدا. وغادي نبدا نضيف الطحين بالتدريج حتى نحصل على العجينه اللي بغيتها. المهم العجينه ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه. ودابا غادي نضيف 2 كيسان د الطحين اخرين، وغادي نزيد حتى الكاس الثالث. وطبعا هنايا الفوي ما غاديش يخلط لي عفوا العجين، انا غنخلط بيدي باش نحصل على القوام اللي بغيته. وهذا الكاس السادس، تقريبا 6 الكيسان ولا 7 الكيسان تقريبا غادي تهز لي هاد العجينه هذه. هنايا المول ما غيسعفنيش باش نخلط مزيان العجينه فيه. انا حاولت نعمله هنايا
الفوق باش نخدم بها مزيان وندلكها مزيان، حيت هي كتبغي شويه تدلك. وكيف ما لا تشوفوا هذه هي العجينه اللي حصلت عليها، الصراحه مدلوكه مزيان. ودابا غادي نعملها في المول وغنخليها تقريبا واحد النصف ساعه تخمر. انا هنايا درت شويه د الزيت باش ما تلصقليش في المول، وغنخليها واحد نصف ساعه تخمر. وبقاو معايا. من بعد ما طلعت الخميره العجينه ديالي عفوا، هنا غنحاول نفرغ من الهواء اللي فيها. كيف ما تشوفوا صراحه العجينه جات رائعه. هنا غنحاول نفرغها من الهواء. ودابا غادي نبدا نطلق معكم باش نحاول نعمل لها الزبده، نورقها شويوش. كيف ما تلاحظوا الصراحه العجينه جات هائله وكتخليني نخدم بها كيف ما بغيت. بالنسبه هنايا الزبده هنايا ما كانتش يعني ما دوبتها، ما كانت عندي في الثلاجه، ما حتى شي حاجه بحراره المطبخ، يعني عطاتني انني نخدم بها مزيان. وحتى التوريق بها صراحه كيجي مزيون. هنا كيف ما كتشوفوا انايا دهنت المره الاولى وطويتها، وغنحاول ندهن عاود المره الثانيه ونطويها. عاوتاني غادي ندهن المره الثالثه ونطويها. وكيف ما لا تشوفوا هنايا بقوه ما انا كندلك وكنطلق العجينه، قوه ما كنطلقها بزاف. الزبده رجعت سخونه، يعني كتخرج من العجينه. فلذلك انا غنقطع تقريبا النص غنعملو شويش في الثلاجه، غير باش ديك الزبده ما تبقاش دايبه. والنص غنخليه نخدم به. كيف ما تلاحظوا هي باقي خصها ترتاح شويوش. كيف ما سبق لي قلت معكم انا غنخلي النص في الثلج والنص غادي نخدم به، باش منين نكمل الخدمه بالنص الاول يكون النص الثاني يعني ارتاح لي شويوش، غتكون العجينه يعني ارتاحت شويوش، غتعطيني انني نخدم بها. وكيف ما كتلاحظوا هذا النص اللي بقى لي هو اللي غنخدم به. وهذا النص هدايا هو اللي غنحاول نعمل به دائري، غنحاول نرجعو دائري.
وغنحاول دابا نقطع مثلثات على حسب الشكيلات اللي بغيت انايا، واش بغيتهم يجيو كبيرين كرواسون، واش بغيتو يجيو كبيرين ولا يجيو صغيورين، على حسب كل واحد وكيفاش بغى. وهنايا كيف ما كنقول لكم بغيتو تضيفوا الكريمه، بغيتو تضيفوا الشوكولات، اي نوع د الشوكولات بغيتو تضيفوا. انا هنايا بغيت نعمل النص بالشوكولات والنص بالكريم باتيسري اللي كانت بقات لي مخدومه من الكنافه، غير خلطتها شويه واش بالميكسور وبغيت نخدم بها حتى هي. وهذا هو الشكل اللي بغيته انايا هو الاول بعد نخدم به، وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل. وكيف ما كتلاحظوا انايا كملت معكم داك الشكل الاول، وهذا العجينه اللي بقات لي هنايا، هذا ديك العجينه اللي شاطت لي جمعتها وخليتها شويه ترتاح. ودابا بغيت نعمل معكم عفوا واحد ثلاثه اخرين يكونوا مربعين، هيدا ما يكونوش يعاو بحال الاخرين، بغيت ننوع نعمل شويش هيدا وشويش هيدا. هذا ما عمرتهم حتى هما، عملت لهم شويه الكريم باتيسري وغنخليهم يخمروا شويوش. بالنسبه للكرواسون بالاحسن تدهن في الاول، يعني يلا تحطها في الصينيه دهنها ببياض البيضه، عفوا بصفر البيضه، حيت ملي كتخمر الا خليتيها حتى تخمر ودهنتيها بصفر البيضه غتهود ما تبقاش مفشفشه كيف ما كنقولوا، غترجع تبقى مدقصه من داخل. بالنسبه هنايا صفار البيضه انا ضفت له شويه الحليب باش ما يحيد لنا ديك السفوره ديال البيضات، وغندهن بهم الكرواسه كيف ما كتشوفوا هي بدات كتخمر شويه. وانا ما بغيتش نتعطل عليها بزاف باش ماشي حتى ندهنها عاد تهود لي ونصدق كيف ما كيقولوا، يعني ما خسرت كل شيء. وهنايا نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو تخليوها هايده حتى طيب وتعملوا لها من فوق سكر كلاصي ماشي مشكل. انا هنايا اخترت نعمل لها اللوز افيلي، يعني عندي محمر، يعني عندي محمر من وصفات قبل. وكيف ما كتلاحظوا هذه هي الكرواسه اللي حصلت عليها. هنا غنحاول ندهنها بشويه د الكونفيتير باش يعطينا داك البريو من فوق. وهنايا من بعد ما كملت هذا الشكل هدايا، انا غنحاول نوريكم شكيلات اخرين اللي خدمتهم حيت اللي خدمتهم بديك العجينه هذيك. من بعد ما دخلت هذه خليتها تخمر ودخلت هذه الفران، قلت اني نخدم معكم بشكل اخر وفي نفس الوقت ما يعني نختصر شويه الوقت ما نطولش عليكم، نوريكم غير الطريقه النهائيه كيف هي وصافي. وهنا انا غنحاول نوريكم كيفاش كتجي من داخل. الصراحه هي بقات خونه بزاف ومش نوريكم كيفاش كتجي من داخل، نحاول نقسم معكم شي وحده تشوفوها بعد عفوا. بقى سخونه على داكشي. هانتوما كيفاش كتجي من داخل، كتجي مجعبه من داخل والصراحه كتجي مفشفشه ورائعه. كنتمنى صراحه تجربوها بهذه الطريقه هذه، وصراحه ما غاد ندموا شي وغتعجبكم وغتبقاو دائما تعملوها يعني بنفس الطريقه. انا صراحه من دائما كنعملها بهذه الطريقه هذه، وقلت هذه المره نشاركها معكم.
وبالنسبه للعجينه اللي كانت بقات لي كنت قلت لكم انا خليتها في الثلاجه واحد الشيوش، هي هذه حضرت بها شويج د الشنيك حتى هما، وعملت لهم شويج د بيبي دو شوكولا في الوسط وشويج الكريمه حتى هي. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كتجي مجعبه من داخل. الصراحه الشنيك او الكرواسه خصكم غير تعطيوها الوقت انها ترتاح باش كتجي النتيجه مزيونه بزاف. وكان هذا هو الشنيك والكرواسه اللي حضرت معكم. انا هنايا حاولت نقسمها معكم كامله وتشوفوها، كتجي فيها صراحه في الاول واحد التقرميشه، كيف ما تشوفوها من داخل جات مجعبه ومزيونه. ماشي باش نشكركم راسي، فعلا جات رائعه. وهذا هو الشنيك اللي حضرت معكم او الكرواسه، كل واحد على حسب شنو كيقولوا. اتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التعليق اللي كتخليو لي، وشكرا شكرا للناس اللي دخلوا عندي جديدين، مرحبا بهم. وكنتمنى ان زعما نفعكم ولو غير شويش. ومع السلامه في الفيديو اللي ما يجي ان شاء الله. يا ربي بقاو على خير.